الأرزاق، ما عقيدتنا في الأرزاق؟ اقرأ يا أخي. أحسن الله إليكم. والرزق مقسوم ويطلب يا فتى بتوكل وبفعل ما في القدرة. نعم، اعلم أن أرزاقنا مقسومة مكفولة. احفظ هذا، أرزاق العباد مقسومة مكفولة، مقسومة ومكفولة، لقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل تبون أحد يكفل لكم غير هذا؟ لو يجيك ملك المملكة الآن يقول: رزقك ورزق زوجتك وعيالك عندي وأنا أبو هندي، هل بالله بتخاف ذاك اليوم تقول والله خاف منه وهو ملك المملكة؟ طيب الآن ملك الملوك يقول: أنا برزقك، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكيف لا يزال قلبك خائفا؟ خوف قلبك هذا دليل على عدم معرفتك بهذا الرب اللي تكفل برزقك. كأنه واحد مجهول تكفل برزقك، ما تعرف حقيقة المعرفة. واحد اتصل عليك وقال: أنا أبنزل لك كل شهر 20,000 وأنت لا تعرفه، هل ستثق في كلامه؟ هل سيجعلك هذا تفصل من وظيفتك؟ الجواب لا. لكن لو عرفت بعد ذلك أنه الملك الفلاني، حينئذ سيطمئن قلبك وتفصل من وظيفتك وأنت مبسوط، لأن هذا لا يخلف ميعاده. كريم. لما قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو كان قلبك يعرف الله حق المعرفة كما عرفت الملك في اتصالك، اطمأن قلبك كاطمئنانك لما عرفت أن الذي اتصل عليك وواعدك بالرزق الملك. لكن لا تزال قلوبنا مشوشة خائفة، بل من الناس من يحمله طلب الرزق والحرص على أن يطلبه من وجه حرام. ولذلك اسمع لقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرمه. إذن احفظ هاتين: الرزق مقسوم بيننا، يعني لا تخاف يا فيصل، ما قسم لك والله لو أردت أن آكله ما استطعت، وما قسم لي فوالله لو اجتمع من بأقطاره على أن يمنعونني منه ما استطاعوا. فالرزق مقسوم ومكفول. ومن الذي تكفل به؟ رب السماوات والأرض ذو الخزائن التي لا تنفد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينتهي ما في يمينه. مذ خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق عليها لم ينتهي ما في يد الله عز وجل، والخزائن ملأ، خزائن الله عز وجل ملأ. لا تخاف، رزقك محفوظ بإذن الله عز وجل. لكن اسمع، نبهك الناظم على شيء، قال: والرزق مقسوم ويطلب. إذا لا يحملنك إيمانك بأنه مقسوم ومكفول على التواني والتقاعس، إذ الإيمان بالقدر لا يمنع العمل بالشرع. فمن كمال إيمانك بأنه قسمه أن تطلبه، من كمال إيمانك بأنه تكفل به لك أن تطلبه وأن تسعى في تحصيله. فإذا لا يحملنك إيمانك بأن الرزق مقسوم ومكفول أن تتوانى وأن تتواكل وأن تتقاعس عن طلب الرزق، وأن تبادر الصبح بالذهاب إلى الوظيفة، وأن تجتهد في التجارات وحسن التخطيط والتدبير في الأمور الاقتصادية وادخار شيء من المال. القرش الأسود ينفع في اليوم الأبيض ولا عكس، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ادخر، مع أنه مقسوم نعم، مكفول نعم، لكن إيماني بهذا لا يجعلني أن أترك العمل. كما أن إيماننا بأن الله قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وأسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يحملنا ذلك على ترك الصلاة والزكاة. فإذا الإيمان بالقدر شيء والعمل بالشرع شيء ثاني. فأنا أعمل وأكد وأجتهد لأنني أعمل بما أمرت به، فاسعوا فامشوا في مناكبها وإيش وكلوا من رزقه. سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيته ينتظر الرزق؟ باع، اشترى، استأجر، أمر بالبيع والشراء، ذهب مع قوافل خديجة إلى الشام، وهو سيد المتوكلين. فإذا من حمله إيمانه بالقدر على تعطيل السبب فإيمانه بالقدر مدخول. لم تؤمن بالقدر الإيمان المطلوب، إذ الإيمان بالقدر يحمل على العمل بالشرع. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. معي أنت ولا لا؟ فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أخذ أوراق إلا إذا كانت مفتوحة من جهة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الله يهديك لخبطت انتظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما قيل في عصر عمر ذلك قال: بل أنتم المتأكلون أو المتواكلون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، والحديث فيه شيء من الكلام، فرأى رجلا يتعبد في المسجد فيطيل جلوسه، فسأل عنه وأخبره. قال: ومن ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. فإذا إيماننا بأن الرزق مقسوم ومكفول لا يحملنا على أن نعطل العمل بالأسباب، إذ من لوازم الإيمان بالقضاء والتوكل العمل بالأسباب. لعلنا نكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.